بسم الله الرحمن الرحيم. جزيرة الموت، معركة بليليو. أهلا بيكم في الحكاية بالبلدي. في شهر مارس سنة 1944 تركزت القوات اليابانية في جزيرة بليليو ب11 ألف جندي ياباني تركزوا على هضبة الجزيرة، وابتدى المهندسين في الجيش الياباني يعملوا أنفاق متصلة ببعض كأنها شبكة واحدة يتحصنوا فيها، والقاعدة بتاعت الشبكة أعلى هضبة الجزيرة. وانسحب الجيش الياباني من على أطراف الجزيرة وابتدوا يتحصنوا داخل هذه الأنفاق. وكان اليابانيين مسلحين تسليح جيد بالمدفعية والمدفعية المضادة للطيران، مدعومة بكتيبة دبابات خفيفة وشوية أسلحة على الهاون ورشاشات. وسابوا الجيش الأمريكي يدخل جنوب الجزيرة، وابتدى يقتحموا جنوب الجزيرة الجيش الأمريكي، إلا وإن اليابانيين بمكر كانوا منسحبين داخل هذه الأنفاق. ولما اقتحمت القوات الأمريكية الجزيرة من غير أي مقاومة، ويوم 12 سبتمبر ابتدى إن القوات الأمريكية تقصف الجزيرة من السفن البحرية اللي محاصرة الجزيرة. تضررت الطائرات اليابانية وابتدت المواجهة المباشرة يوم 15 سبتمبر سنة 1944 عندما اقتحم 20 ألف جندي أمريكي الجزيرة، وابتدأ الجحيم من هنا لمدة 5 أسابيع. شاف الأمريكان فيها الموت والمجازر البشرية، ولكن عدد الجيش من الجنود والمعدات كان أكبر بكتير من الجيش الياباني، تقريبا من 5 إلى 1. وعندما انتصر الجيش الأمريكي يلاحظ القادة أن الخسارة الأمريكان والحلفاء في هذه المعركة كانت كبيرة جدا، فعدد الجنود اللي قتلوا من جانب الحلفاء 1200 جندي وإصابة 6000 جندي، خلاف تدمير معظم المعدات. وتبقى من القوات اليابانية 150 جندي من أصل 11 ألف جندي، وده يثبت أن الجيش الياباني كان يقاتل بانتحار ولن يقاتل من أجل الانتصار. وشكرا على المتابعة، ولو في أي معركة عايزين نتكلم فيها ياريت تبعتولنا في التعليقات. شكرا.